حسرة، يا حسرة، يا حسرة على الجزائر ويا حسرة على باقي دول إفريقيا. يا تحية الجزائر، نحمدوا ربي، نحمدوا ربي اللي عندنا بلاد كيما الجزائر. حنا نورمالمون على بالكم ورانا حنا نورمالمون الجزائر موجودة في الخريطة بين البرتغال وإسبانيا، باسكو هنا عايشين واحد المعيشة. وكون وريت لكم أنا سجلت لا فيديو في الليل كي كنت قبيل في لاكار يا ودي. إذا متابعينا الكرام كما شاهدتم في هذا الفيديو جبت لكم جوج مشاهد. مشهد لمغاربة في الكوت ديفوار محتفلين، ناشطين ضاحكين، غاديين باش يرفعوا على ريوسهم، غاديين باش يتفرجوا في الكرة، غاديين باش يتفرجوا في واحد حدث ترفيهي رياضي كروي. وشفنا بطبيعة الحال المغاربة جالسين كيغنيو ضاحكين ناشطين، عاطين واحد الصورة زوينة على بلادهم، غادي عاطين واحد الصورة زوينة على المغاربة. بينما في المشهد الثاني جبت لكم احد الكراكيز ديال النظام الجزائري في نفس المكان، في نفس البلد اللي هي الكوت ديفوار، في نفس الحدث اللي هو كأس افريقيا، جالسه كتسب وكتشتم في الدول الافريقيه وتسخر من طريقه عيش الايفواريين، وكتسمي الجزائر بانها قوه ضاربه بالمقارنه مع هذه الدول الافريقيه، وبان الجزائر بعيده كليا عن كوت ديفوار، والجزائر خصها تكون ما بين البرتغال واسبانيا. يعني النقطه اللي بغيت نوصل ليها انا متابعينا الكرام، كيف ان المغاربه كيعطيو واحد الصوره زوينه على بلادهم، وكيف ان الجزائريين مراد بكل ما تحمل الكلمه من معنى، وعندهم عقده ديال النقص. ماشي غاديين باش يتفرجوا الكره، ماشي غاديين باش يشوفوا واحد الحدث كروي ترفيهي، لا، غاديين باش يسيئوا للدول الافريقيه، وغاديين باش يسبوا الافارقه، وباش يقولوا الجزائر احسن من افريقيا وكذا وما عرف شنو الهضره الخاوي. مع العلم ان الكوت ديفوار اللي دوات عليها هاد ختنا هاد حاشا على انها تكون من بني الانسان، الكوت ديفوار على الاقل ما فيهاش الطوابير، والكوت ديفوار ظفرت بتنظيم كاس افريقيا، المساله اللي نتوما ما قدرتوش على انكم تاخذوها، مع العلم انكم صدعتوا لنا راسنا بالملاعب العالميه ونيلسون مانديلا وما عرف شنو. في نهايه المطاف ما قدرتوش تاخذوا التنظيم ديال كاس افريقيا ببساطه لانكم ما فيدكمش، وببساطه لان الايفواري نهار كيبغي يمشي يشري الحليب كيلقاه موجود. انت ايها الجزائري باش تشري الحليب خصك تنوض قبل الفجر وشوف واش توصل لك النوبه ولا ما توصلكش النوبه. هذه هي المقارنه التي يجب ان تقال، ماشي انكم تمشيو تضحكوا على طريقه العيش الايفواريين، تضحكوا على التقاليد ديالهم، على الطريقه باش عايشين، على بزاف ديال الحوايج. هنا فين كتبان عقده النقص ديال الجزائريين. ورجعوا للنقطه اللي ذكرناها متابعينا الكرام، هو انه خلال هذا الحدث مجددا الافارقه غادي يشوفوا الفرق الكبير ما بين المغاربه اللي كيف ما شفتي ضاحكين ناشطين ما عندهم لا عقده النقص لا والو، غاديين باش يتفرجوا في الكره، يتفرجوا في واحد الحدث كروي، وما بين هاد المكلخين اللي انتم غادي تشوفوا غادي تكون الفضائح، غادي يديروا الفضائح في الكوت ديفوار، غادي يديروا الكوارث في الكوت ديفوار، وغادي يزيدوا يتفضحوا امام الافارقه. وداك الشيء اللي بغينا حنا، انا بغيتهم يستمروا في هذا السلوك، بغيتهم يستمروا في هذه التصرفات، لانهم في نهايه المطاف غادي يتفضحوا امام الافارقه. متابعينا الكرام، راكم في فيديو قادم.